اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مميز جدا. هنعمل النهارده الميني مولتو او الكرواسون باسهل وانجح طريقه. عجينه طريه ومظبوطه ومقادير مفيش اسهل منها، وكميه كبيره عملناها من نص كيلو دقيق بس. عجينه قطنيه هشه جدا مورقه مش مكتومه من جوه، والشوكولاته حرفيا كده باظه فيها جدا، شكلها جميل جدا وتفتح النفس. هتعمليها بانجح طريقه واسهل طريقه حتى لو لسه اول مره بتعمليها. جميلة جدا وشكلها بيفتح النفس. لو لسه اول مرة بتتفرجي عليا، انا هند ودي قناتي. لو عجبك الفيديو كملتي معايا للاخر اعملي لايك وشير سبسكرايب. يلا بينا. هحضر المقادير بتاعتي. هجيب بولة احط فيها معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ومعايا بيضاية هنزلها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. معايا معلقتين كبار من الزيت، ممكن كمان تحطي ربع كوباية زيت بالشكل ده، ومعايا كوباية زبادي، ومعايا هنا كوباية لبن دافي علشان تتفاعل مع الخميرة بسرعة، وهحط فيها كمان معلقتين كبار من الخل. اقلب كويس جدا قبل ما انزل بالدقيق. اهي معلقة الخل اهي. وبعدين هركن الخليط شوية كده على بال ما يتفاعل مع بعضه، على بال ما انخل الدقيق بتاعي. ده معايا نص كيلو من الدقيق الابيض الخاص بالمعجنات. انخله كويس جدا او زي ما انتم شايفين بالشكل ده، علشان لو في اي ترابة او اي شوابة او اي حاجة تنزل منك. نخلنا الدقيق كويس جدا وبعدين جبناه كده حطيناه في البولة على باقي المكونات بتاعتنا. هنبدأ بقى كده ان انا الم العجينة بالمعلقة الاول، وبعدين هبدأ هلم بايدي بعد كده واعجن. حطينا كمية الدقيق كلها النص كيلو دقيق. هبدأ بقى ان انا اعجن بايدي بالشكل ده. هنا بقى العجن كده في العجينة دي لازم تعجني كتير جدا وتلتي فيها علشان تورق معاكي. كل ما تعجني اكتر كل ما تطلع النتيجة معاكي، النتيجة النهائية ناجحة جدا معاكي. هنا لقيت العجينة يابسة شوية معايا، ضفت لها كده ربع كوباية من المية بس مش كتير يعني. ممكن لو حابة تضيفي لبن عادي مفيش مشكلة. فضلت اعجن لحد ما تحسي ان البولة كده انضفت معاكي ولمت العجينة كلها والعجينة اتلمت. هنا بقى الخطوة اللي هتخليها العجينة تورق معايا والمولتو كده او الكرواسون يورق معايا ويبقى مش مكتوم من جوه، هي معلقة الزبدة او معلقة سمنة. احطها بالشكل ده وافضل الم العجينة وادخلها فيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبعدين هلمها في الاخر. هتنعم العجينة معايا وهتورقها جدا وتخليها من جوه هشة ومورقة الطبقات اللي احنا بنشوفها دي. وافضل اعجن، كل ما اعجن عجينة اكتر واكتر بتديني نتيجة يعني هايلة في الاخر. عجنتها كتير قوي بالشكل ده، شايفين عجينة ناعمة جدا في ايدي وملساء جدا. هنا بقى هغطيها واحطها في مكان دافي كده حوالي ساعة او لحد ما تخمر معاكي. بعد ما خمرت معايا بالشكل ده وارتفعت والعجينة زادت، ابدأ ان انا المها وانزلها علشان اقسمها. هلم كده بالشكل ده. العجينة ناعمة جدا معايا ومش طرية قوي ولا ناشفة قوي، اهي بالشكل ده معايا. عجينة ناجحة جدا يا جماعة ومن اول مرة. لو انتي لسه بتعمليها لاول مرة، هبدأ ان انا قطعتها كده على 4 اجزاء، وسبت الاجزاء بتاعتها لما ترتاح معايا، وخدت جزء كده هاخد جزء اشتغل فيه. هكورها كده بالشكل ده اهي بالشكل ده واركنها بحيث انها تريح معايا، واخد جزء اشتغل فيه بالشكل ده. شايفين العجينة بمجرد ما انتي تبصي لها كده العجينة ملساء وناعمة جدا. هبدأ بقى ان انا افرد رشة دقيق بسيطة جدا مش كتير، وعلى اي حاجة ابطط عليها يعني علشان ما تلزقش معايا. وابدأ ان انا افرد كده بالنشابة. لو حابة تفردي بايدك ماشي، بس النشابة هنا هتسهل عليكي علشان العجينة مش طرية قوي. هفرد بقى كده لحد ما اوصل للسمك اللي انا عاوزاه، يعني هو ممكن يكون 1 ملي مثلا بالشكل ده. وبعدين هتجيبي معاكي سكينة او مسطرة او اي حاجة علشان تقطعي بيها. انا هنا جبت قطعت البيتزا، يعني سهل جدا في الاستعمال. قطعت كده العجينة على مثلثات.
زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا هنا هعمل ميني مولتو. لو انت حابه تعملي المولتو كبير، حجم كبير معاكي، هتخلي المثلث معاكي واسع، هتسيبيه زي ما هو، مش هتقسميه على 2. انا هنا علشان عملته صغير فقسمت المثلث الكبير، قسمته على 2، طلع معايا بالشكل ده. وهاجي من على الاطراف بالشكل ده وافتح الحرف كده علشان يسهل معايا لما بلفها معايا وبتدي شكل حلو. خلصنا كده الكمية كلها. هجيب بقى الحشو بتاعي. انا هنا هحشي شوكولاتة. الحشوة بقى هنا على كيفك، عايزة تعملي شوكولاتة، عايزة تعملي جبنة، اي حشو كده تناسبك اعمليها. هبدأ الف كده، وكل ما الف طبقة اشد شوية كده، اشد العجينة من على الحرف، هتديني توريقة جميلة قوي وهتبين الشكل اهي بالشكل ده. اجيب بقى صينية معايا كده اللي انا هخبز فيها او اسوي فيها الكرواسون، وادهنها كويس كده مادة دهنية، زيت او سمنة او زبدة اللي متوفر عندك. وابدأ ان انا ارص المولتو بتاعي، وكل ما الف واحدة ارصها في الصينية، واسيب كده، اراعي ان انا اسيب مسافات علشان لسه هتسيبها ترتاح علشان ما تلزقش في بعضيها. هلف بقى كده الكمية كلها وارصها في الصينية. لو حابة ان انتي تعملي الحشوة جبنة مفيش اي مانع، بتبقى جميلة جدا مع كوباية شاي فطار الصبح، بتبقى جميلة جدا يا جماعة. وزي ما قلنا لو حابة ان انتي تكبري المولتو توسعي المثلث شوية. بعد ما خلصنا الكمية هسيبها بقى كده في مكان كده دافي، وهغطيها واسيبها لحد ما ترتاح معايا شوية، وبعدين اجيبها عشان اسويها. اجيب لها بقى ادهن الوش، والدهان بتاع الوش من فوق عبارة عن ربع كوباية لبن، وفوقيه صفار بيضة، ومعلقة من السكر، وقلبته كويس ودهنت بيه الوش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعدين دخلنا الفرن ودخلناها على التسوية. شايفين طلعت بالشكل ده. التسوية بقى هي اللي انا هتكلم عنها. بتبقى ازاي؟ لو عندك فرن فيه تايمر، الفرن بتاعك بتايمر يعني، هتبقى درجة حرارة 200. لو ما عندكيش تايمر في الفرن بتاعك، هتعملي النار متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية جدا، علشان لو سويتيه على نار واطية او نار هادية جدا هينشف معاكي، ولو سويتيه على نار عالية قوي هيتحمر من فوق ومن تحت، وفي النص الشوكولاتة مش هتسيح معاكي، وهيبقى عجين من جوه ومكتوم. على الرف كده الوسطاني، وهتحطيه وهتشغلي عليه الفرن من تحت على نار متوسطة او على درجة حرارة 200. وبعدين لما ياخد لون من تحت هتفتحي عليه الشواية من فوق على نار هادية. وشايفين الاستوى بتاعه مناسب جدا وجميل جدا. العجينة طلعت قطنية جدا يا جماعة، جميلة جدا، تحفة. جربيها بالهنا والشفا. وشايفين نص كيلو دقيق بس عمل لي كل الكمية دي. وحدة المولتو جميلة جدا، طرية جدا، وبعدين مفيش اي وجه مقارنة بينها وبين اللي احنا بنشتريه من بره. حرفيا كده اللي احنا بنشتريه من بره خلاص الطعم قدام ده ضعيف جدا. شايفين العجينة هشة من جوه ازاي ومورقة جدا. يلا بقى كده اتفرجي على الوصفة بتاعتي، اسمعي الفيديو للاخر عشان تستفيدي، وجربي وشوفي ايه وقولي لي رأيك في الكومنت. جربي الوصفة وقولي رأيك في كومنت. باي باي، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.